عارفين لما تفضلوا تسحبوا رغيف ورا التاني ومش عارفين تبطلوا أكل؟ هو ده بقى اللي هنعمله النهاردة. طبق فول بالطماطم، إنما إيه حكاية. طاسة على النار هنحط فيها شوية زيت، لما يسخنوا هننزل عليهم ببصلاية متوسطة، بقلبها. أول لما تدبل بنزل عليها بشوية التوم المهروس ونقلبهم شوية. وبقلبها شوية، وبعد كده بنزل عليهم بالفلفل الرومي وفلفل الألوان، ولو في فلفل بقى حامي يبقى خطير. بديلهم كده تقليبة. أول ما الفلفل يدبل معاكي بتنزلي عليهم بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وبابريكا أو توم باودر عادي جدا، وممكن تضيفوا شطة. الشطة دي اختياري. ونديلهم كده تقليبة لحد ما التوابل تدخل في قلب البصل والفلفل، وتبدأ ريحتهم تطلع كده وتبقى تحفة. ومعايا 3 حبات من الطماطم مقطعاهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح. لو حابين تزودوا ملح زيادة براحتكوا عادي. بنديها بقى تقليبة مع البصل والفلفل، ونخلي الطماطم كده تنزل المية بتاعتها، ونقلبها ونغطي الطماطم لحد ما تتسبك. بعد ما الطماطم اتسبكت معانا بنضيف عليها الفول، تقريبا كيسين من الفول. ونديها تقلبتين كده ونغطيها ونخليها تغلي على النار شوية. وفي الاخر بقى كده رشة بقدونس على الوش. هتاكلوا احلى طبق فول في حياتكم، طعمه جنان. جربوها يعجبكم جدا، سواء على الفطار او على السحور. خطير. جت اللحظة الحاسمة وقت التقديم. نديله بقى كده رشة زيت على الوش. هتاكلوا بجد احلى طبق فول يا جماعة. لازم تجربوا الطريقة دي، هتدعولي بجد. ممكن بقى تقدموا جنبيه بطاطس، طعمية، بتنجان مشوي، شوية مخلل كده يعدلوا المزاج. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم في الكومنتات.